أهلا بيكم في قناة فهمناكو. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش المتابعة على الواتساب والتليجرام. أهلا بيكم في المحاضرة الرابعة في الرياضة. كلمة التفاضل أول ما بنسمعها بنحس إنها حاجة صعبة ومعقدة، لكن في الحقيقة هي ببساطة اللغة اللي بنوصف بيها التغير. في الدقايق اللي جاية دي هنفك شفرة واحد من أهم المفاهيم في حساب التفاضل والتكامل. خلينا نبدأ بسؤال مهم. تخيل معايا كده إن في عربية بتتحرك، إزاي نقدر نعرف سرعتها في لحظة معينة بالظبط؟ أنا مش بتكلم عن متوسط سرعتها في الدقيقة اللي فاتت، لأ، أنا بتكلم عن سرعتها في جزء من الثانية، في اللحظة دي بالذات. الإجابة على السؤال ده هي دي بالظبط جوهر التفاضل. طيب، إيه خطتنا النهاردة؟ أول حاجة هنبدأ بأساسيات التفاضل ونفهم الفكرة نفسها. بعد كده هنشوف إزاي بنحسب المشتقة بالطريقة الأصلية من التعريف، وبعدين هنتعلم القواعد السريعة اللي بتخلينا نحل أي مسألة في ثواني، وفي الآخر خالص هنبص بصة سريعة على إيه اللي ممكن نعمله بعد كده بالمفاهيم دي. يلا بينا نخش في الموضوع على طول ونبدأ بالأساسيات. محتاجين نبني فهمنا خطوة خطوة عشان نعرف بالظبط إيه هي فكرة المشتقة دي وليه هي مهمة أصلاً. الشكل اللي قدامنا ده ممكن شكله يخض شوية، صح؟ بس الحقيقة فكرته أبسط بكتير مما نتخيل. المشتقة بكل بساطة هي معدل التغير اللحظي للدالة. يعني لو بنبص على رسم بياني، المشتقة هي ميل الخط عند نقطة واحدة بس. طيب، دلوقتي هنشوف إزاي التعريف ده بنطبقه عملياً. ممكن حد يقول طب ليه الطريقة الطويلة دي؟ عشان دي اللي بتفهمنا كل حاجة جت منين، وهي الأساس اللي اتبنت عليه كل القواعد السريعة اللي هنتعلمها بعدين. هما بالظبط 4 خطوات، زي وصفة طبخة كده، بنمشي عليها بالترتيب عشان نوصل للمشتقة من التعريف. كل خطوة بتسلم للي بعدها عشان في النهاية نوصل لمعدل التغير اللحظي ده. عشان الدنيا تبقى واضحة، خلينا ناخد مثال بسيط قوي. دالة خط مستقيم. احنا عارفين من الأول إن ميل الخط المستقيم ده هو الرقم اللي جنب الإكس، يعني 2. المفروض لما نطبق ال4 خطوات دول نوصل لنفس الرقم في الآخر. يلا نشوف. طيب، بصوا بقى على الحل. أول خطوة بنجيب f of x زائد دلتا x، يعني بنشيل كل x في الدالة ونحط مكانها القوس ده. تاني خطوة بنطرح منها الدالة الأصلية، ولما نفك الأقواس هنلاقي حاجات كتير بتطير مع بعض. ال2x هتروح مع السالب 2x، والخمسة مع سالب 5، مش هيفضل عندنا غير 2 دلتا x. الخطوة التالتة نقسم على دلتا x، فالدلتا x اللي فوق تروح مع اللي تحت، يتبقى كام؟ 2. وهنا بقى اللحظة الحاسمة. الخطوة الأخيرة بتقول هات النهاية لما دلتا x تقرب من الصفر. طيب، النتيجة اللي وصلنا لها هي 2. هل فيها أي دلتا x عشان تتأثر؟ لأ، عشان كده النهاية هتفضل 2 زي ما هي. وده بالظبط ميل الخط المستقيم اللي بدأنا بيه. يبقى الطريقة دي شغالة تمام 100%. حلوة قوي، الطريقة دي بتوصل للحل، بس بصراحة طويلة ومملة، خصوصاً لو الدالة اللي بنتعامل معاها كانت معقدة شوية. عشان كده أكيد لازم يكون في طريقة أذكى وأسرع. وهنا بقى بيجي دور قواعد الاشتقاق السريعة. دي زي الشورت كاتس كده اللي بتخلينا نحل أي مسألة تفاضل في ثواني من غير ما نعدي على ال4 خطوات الطويلة دي. يلا بينا نتعرف عليها. أول وأسهل قاعدة في الدنيا كلها. لو عندك دالة بتساوي أي رقم ثابت، 5، 10، سالب 20، مشتقتها إيه؟ 0. ليه؟ لأنه ببساطة رقم ثابت مش بيتغير أصلاً، يبقى معدل تغيره 0. منطقي جداً. يعني زي ما احنا شايفين كده، مشتقة 7 هي 0، ومشتقة -5 برضو 0. القاعدة واضحة، أي رقم واقف لوحده من غير متغيرات مشتقته 0. خلصت. نيجي بقى للقاعدة الذهبية، قاعدة القوة أو الباور رول. دي اللي هنستخدمها يمكن 90% من الوقت، وهي بسيطة جداً، مجرد خطوتين. أولاً، نزل الأس قدام المتغير. تانياً، اطرح واحد من الأس القديم. بس كده. تعالوا نشوف المثال ده. y بتساوي x تكعيب. نعمل إيه؟ أول حاجة ننزل الأس اللي هو 3 ونخليه مضروب في الx. تاني حاجة، الأس القديم كان 3، نطرح منه 1 يبقى 2. يبقى الإجابة النهائية إيه؟ 3x تربيع. سهلة خالص أهي. القاعدة دي بقى بتخلي حياتنا سهلة قوي. لو عندنا دالة طويلة فيها كذا حد مجموعين أو مطروحين من بعض، ما تتخضش، اتعامل مع كل حتة لوحدها كأنها مسألة منفصلة، وفي الآخر حط الإجابات جنب بعض بنفس الإشارات بتاعتهم. بصوا على المثال ده، دي بنسميها كثيرة حدود. هنعمل إيه؟ هناخد أول حد ونطبق عليه قاعدة القوة لوحده، وبعدين ناخد الحد التاني ونطبق عليه القاعدة لوحده، وهكذا مع كل حد فيهم، وفي الآخر نجمعهم كلهم. الموضوع بسيط جدا. طيب،
لو عندنا دالتين مضروبين في بعض، هنا بقى لازم نستخدم قاعدة الضرب. احفظوها كده زي أغنية: مشتقة الأول في التاني زائد الأول في مشتقة التاني. لازم نمشي بالترتيب ده بالظبط. تعالوا نطبق الكلام ده. عندنا قوسين مضروبين في بعض، الأول هو 3x ناقص 2 والتاني هو 4x زائد 1. يبقى هنقول مشتقة القوس الأول اللي هي 3 مضروبة في القوس التاني زي ما هو، زائد القوس الأول زي ما هو مضروب في مشتقة القوس التاني اللي هي 4. بعد كده نفك الأقواس دي كلها ونجمع الحاجات المتشابهة عشان نوصل للناتج النهائي المبسط. آخر قاعدة معانا في الأساسيات هي قاعدة القسمة. دي لما يكون عندنا دالة على دالة شكلها كبير شوية بس ليها أغنية برضو عشان تتحفظ: مشتقة البسط في المقام ناقص البسط في مشتقة المقام، كل ده على المقام تربيع. خدوا بالكم كويس إن الإشارة هنا ناقص مش زائد زي الضرب. نصيحة مهمة قوي هنا عشان ما تتلخبطش: قبل ما تعوض في القانون الكبير ده طلع على جنب كده مين البسط مين المقام، ايه مشتقة البسط وايه مشتقة المقام. لما تحضر الاربع حاجات دول قدامك هتبقى عملية التعويض سهلة جدا وما فيهاش اي فرصة للغلط. تمام قوي، كده احنا معانا صندوق العدة كامل. بس هل القصة بتخلص عند المشتقة الأولى؟ لا طبعا. خلينا نبص بصة سريعة على اللي ممكن نعمله بعد كده بالأدوات دي. الفكرة ببساطة إننا نقدر ناخد المشتقة اللي طلعت ونشتقها هي كمان مرة، دي بنسميها المشتقة التانية، وممكن نشتقها مرة تالتة ورابعة. طب إيه لازمة الكلام ده؟ في الفيزياء مثلا المشتقة الأولى للمسافة هي السرعة، طب والمشتقة التانية هي العجلة أو التسارع. فده بيفتح لنا أبواب تانية خالص في فهم الحركة وتغيرها. في النهاية الأدوات دي مش مجرد قوانين رياضية بنحفظها عشان الامتحان، دي لغة جديدة بتخلينا نوصف ونحلل العالم اللي بيتغير حوالينا كل لحظة، من حركة الكواكب في الفضاء لحد أرباح الشركات في البورصة. السؤال دلوقتي مش إزاي نحل المسألة، السؤال هو إيه المشكلة اللي جاية اللي هنستخدم التفاضل عشان نفهمها ونحلها.